السلام عليكم، رمضان مبارك كريم، صحة وسلامة إن شاء الله. باش تحافظوا على صحتكم في شهر رمضان، بالنسبة للناس اللي كيتبعوا حصص الترويض الطبي أو إعادة التأهيل الوظيفي كنصحوهم أنهم يكملوا على لو بروغرام ديالهم غير كيقادوا التوقيت ديالهم. الحصص ديال الترويض ممكن كدار في الصباح أو لا في العشية على حساب الأمراض المزمنة اللي كتكون مرافقة لا مالادي ديالتهم. بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة كنصحوهم يشوفوا لو ميدسان ديالهم قبل باش كيعطيهم أنهم يصوموا لوتوريزاسيون يصوموا أو لا ما يصوموش. بالنسبة للناس اللي كيكونوا صايمين وكيديروا حصص الترويض الطبي، الناس كنفضلوا انهم يديروا الحصص في الصباح. المده ديال الحصه ما تجاوزش 45 دقيقه، والانتنسيتي ديال الحصه كيناقشها مع لو كيني ديالو باش كتكون الكاباسيتي ديالو قد الحصه ديالو باش ما يعياش بزاف. الا كانت عنده ساعات الصوم مازال طوال. بالنسبه للناس اللي كيكونوا فاطرين بالامر ديال الطبيب ديالهم لانهم كيكون عندهم ادويه او لا الصيام غادي يشكل لهم مضاعفات صحيه، هذوك الناس ممكن يديروا الحصه في الصباح او في العشيه، كيحافظوا على لو ميم ريتم ديالهم ديال الترويض، لا ميم فريكونس اي لا ميم انتنسيتي. Agdita Life, une meilleure santé, une meilleure vie.